معانا اتصال هاتفي من الاستاذ وحيد. عمور ازيك؟ استاذ وحيد ازيك يا عمور؟ وحشني. انت اللي وحشني والله يا عمور. عامل ايه؟ اهو القانون طلع وفي انتخابات رئاسيه والدستور طلع. طيب تمام. ما ان شاء الله بفضل الله لن يتغير عن ما قلته سابقا قيد خردله. لا في دستور ولا في انتخابات. اسمع اللي بقوله لك بإمعان، وبص حواليك في العالم، وبعدين انزل بص في مصر. سبب من عند ربنا بفضل الله. قسما بالله العلي العظيم لن يتغير قيد أنملة. يعني مفيش انتخابات رئاسيه يا وحيد؟ نعم مفيش انتخابات رئاسيه؟ مفيش انتخابات رئاسيه. وبمناسبه الرئيس، طب ما انت قلت مفيش دستور وفي دستور اهو شغال زي الفل. هيتشال الدستور اللي تم الاستفتاء عليه. ايه رايك؟ وهتمشي بدستور 71 تاني ان شاء الله. طب ومين الرئيس الجاي؟ بص هقول لك على الرئيس اللي جاي. رجل عسكري لم يذكر اسمه لا من بعيد ولا قريب، ولا تم فيه مداخله تليفونيه حتى للاسف الشديد. راجل عمرنا ما سمعنا صباحي من اسمه. الاخر. انسى حمدين صباحي، انسى اي حد مدني. ولا السيسي رئيسي؟ ولا السيسي رئيسي الا اذا. ايوه وحط تحت دي 100 مليون شرط. الا اذا ايه؟ يا عمرو هقول لك على معلومه مهمه. قول لي. قسما بالله العلي العظيم في مصر ناس تسبق السيسي بمراحل تكاد تكون الاف المرات، ولكنها مختفيه بفضل الله. فانت بتقول لي ان في شهر اللي جاي ابريل ما فيش انتخابات رئاسيه؟ ما فيش انتخابات رئاسيه، وما فيش برلمان، وما فيش دستور اللي انتوا استفتيتوا عليه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولن يتغير بفضل الله عن ما قلته قيد الأنملة ان شاء الله على مر الزمان بفضل الله. طب انت قلت السيسي الا اذا. الا اذا. الا اذا ايه؟ لا انا قلت لك ايه، خد بالك. هناك في مصر ناس تسبق السيسي بالاف المراحل، بالاف، انما انتم مش شايفين. وتدير الدوله بفضل الله سبحانه وتعالى على خير ما يرام بفضل الله سبحانه وتعالى. بتدير الدوله دلوقتي؟ نعم. نعم تدير الدوله دلوقتي. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى. طب الرئيس ده جاي امتى يا وحيد؟ على اخر السنه ده ان شاء الله باذن الله. كمان لسه هنستنى على اخر السنه؟ ما فيش قدامك الا كده. اسمع سبب من عند ربنا بفضل الله اللي بقوله لك، ما فيش قدامك الا كده. طب البلد من هنا لغايه اما الرئيس يجي اخر السنه نظامها ايه؟ هتستمر زي ما انا قلت. انا قلت الكلام ده من 3 4 شهور، نفس المنوال. شويه مظاهرات، شويه اقتحام سجون، شويه مش عارف ايه، شويه نفس المنوال. لن يتغير الا في شهر رمضان فقط لا غير. سيتم التوقف ويتم تاني استمرار بعد شهر رمضان ان شاء الله. هنقف في شهر رمضان اجازه يعني؟ طبعا عشان ده شهر كريم من عند ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى. طب والاخوان اخبارهم ايه؟ انتهى. انا قلت لك قبل كده انتهى عهد الاخوان والجماعات الاسلاميه الى الابد. الى الابد الى الابد بفضل الله. قسما بالله ده حقيقه. طب ومرسي اخباره ايه؟ السعوديه طلعت ايه دلوقتي؟ ودول الخليج عملت ايه؟ الاخوان جماعه ارهابيه. ايوه انا قايل لك من زمان. انتهى عهد الاخوان والجماعات الاسلاميه كمان اللي معاها واللي مش معاها الى الابد. طب ومرسي هيجرى له ايه؟ هيتم تهريبه للخارج وموته في الخارج. ده هيتم تهريبه في الخارج ويموت في الخارج. طبعا. ومش عايز اقول لك هيبقى بامر مين في البلد بسبب من عند ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني يا وحيد، طب معلش خدني على قد عالي. اتفضل. الانتخابات الرئاسيه الشهر الجاي هيقولوا للناس ايه عشان ياجلوها لاخر السنه؟ نقول للناس ايه؟ لا هم هيقولوا للناس ايه يعني دلوقتي الاحداث نفسها اللي هتقول للناس. هو مش هيتقال لحد. هي الاحداث نفسها اللي هتقال للناس على طول كده. احداث كده هتوري الناس ان ما ينفعش يتعمل انتخابات. احداث مش هتخلي فيه انتخابات تحصل. طبعا ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا قلت لك قبل كده 3 كلمات في حكم مصر: ما فيش عندي شعب اخد رايه، ما فيش عندي امريكا اعمل حسابها، وما فيش عندي سيسي اخليه رئيس الا اذا. الا اذا ايه؟ لا دي صعبه ما تتقالش. انما الرئيس القادم هو لم يذكر اسمه لا من بعيد ولا قريب ولا مداخله تليفونيه، ولو سالت عليه يقول لك ده مكسر وتعبان وبيموت. وحيد. نعم يا فندم. كل ما بتتكلم جهات كثيره في مصر بتتصل وتقول احنا عايزين نمرته، ما بنلاقيش نمرتك ما بتبانش ليه؟ والله ما اعرف. ده انا فاكر ان هي عندكم. شكرا وحيد.
الا اذا ايه الا اذا ايه ناخد